هوريكم في الفيديو ده ازاي بيمحروا واجهات العمارات اللي بتكون لازقة في العمارات اللي بتتكسر على الطرق الجديدة، وبالتحديد على الطريق الدائري، من غير ما يدخلوا الشقق من جوه ومن غير ما يضايقوا سكان العمارة. مبدئيا في الظروف العادية بتكون الشقق الداخلية دي مش متشطبة وما فيهاش سكان، فبيكون جواها الرمل والاسمنت والمية اللي بنعمل منهم مونت المحارة، وبيكون في عمال جوه الشقق دي، وبيكون في صناعية واقفة بره على السقالة، والعمال اللي جوه الشقق بتخمر المونة او بتجهز مونة المحارة وبتديها من اي شباك او اي فتحة للصناعية اللي واقفة على السقالة. اما في حالة العمارات دي فالشقق كلها متشطبة وفيها سكان، فما ينفعش ابدا ان هم يدخلوا الشقق. طيب بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الرمل والاسمنت والمية قدام العمارة، وبيكون في عمال تحت زي الاتنين اللي انتوا شايفينهم في الفيديو دول، بيخمروا المونة او بيجهزوا مونة المحارة تحت، وبعدين يحطوها في جرادل فاضية، وبعد كده يطلعوها بحبل للصناعية اللي واقفة على السقالة فوق. زي ما هتشوفوا دلوقتي، هما دلوقتي هم بيحطوا مونة المحارة في الجردل، وبعد كده هيبدأوا يسحبوا الحبل علشان الجردل يطلع بالمونة للصناعية اللي واقفة فوق. طبعا الموضوع ده بياخد وقت كبير جدا وبياخد مجهود كبير جدا، بس مفيش حل غير كده، لان الشقق كلها متشطبة والشقق كلها ساكنة من جوه. كان الله في عون العمال دي، وربنا يبارك لهم في رزقهم على قد تعبهم.